الصحابة من شرب الخمر فأقيم عليه الحد، الصحابة من زنى فأقيم عليه الحد، هذه كبائر. ومع ذلك نحن نقول رضي الله عنهم هؤلاء. نعيمان كان يضحك رسول الله، لكنه كان ينسى نفسه ويقع في شرب الخمر. ثم أتينا بطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي، ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحابة زنوا، ممكن يقتل، ممكن يشرب الخمر، وكم من الصحابة يشربوا الخمر؟ في 3 4 100% موجودين في الحديث الثابتة. معروف في ذلك الوقت وهو النبيذ، وقد كان عمر بن الخطاب يشربه، وكان عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورعون منه. هذا صحة حديث الصحابي الذي أدمن شرب الخمر، فحديث ثابت صحيح. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان شابا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مبتلى بشرب الخمر، فكان يؤتى به مرارا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجلد. وهم يشربون الخمر وقيمة الصلاة، فقاموا يصلون، جاء واحد يصلي فيهم جماعة، فأخذ يقرأ، فأخذ يخربط في الصلاة، ما يعرف إيش يقول، ولا الناس عارفة تصلح له، لأن الناس شاربين خمر. بس انت ماكو فد واحد نقص، تعرف شنو نقص؟ لو حط كبير زمزم هم ما تنظف يا خايس يا وسخ.